بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم، معاكم استاذ احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج الساينس للصف الاول الاعدادي. ده فيديو رقم 3. فيديو نمبر 1 و 2 اللينكات بتاعتهم موجوده تحت الفيديو ده. في الفيديو الاول احنا اتكلمنا عن ليسون 1 واللي هو كان ماتر اند اتس كونستراكشن كاركترستكس، وقلنا الخواص بتاعت الماده واتكلمنا فيها، وجينا في الفيديو الثاني راجعنا عليه. في الفيديو الثاني راجعنا على الدينستي، يعني الفيديو الثاني هو ريفيجن على الدينستي. احنا دلوقتي في الفيديو نمبر 3، والفيديو ده مهم، هنكمل فيه ليسون 1 وهنقفل ليسون 1. في الليسون ده احنا اتكلمنا اخر حاجه على الدينستي. هنا عندنا في بقيه الدرس بقى هنكمل الليسون بقى. عندنا اكتيفيتي، الاكتيفيتي دي هتدخلني على خواص تانية للماتر. احنا بنقول عندنا الماده يعني ماتر او سبستانس. فهو بيقول لي في الفيجر اللي قدامي ده عاوز يعمل تجربه يعرف فيها حاجه اسمها الميلتنج بوينت. ايه اسمها؟ ايه ميلتنج بوينت؟ يعني درجه الذوبان. هو انت لما بتشتري ايس كريم مش بتشتري الايس كريم ده كده زي التلج كده ايس؟ لما بتيجي تفتح بقى الايس كريم وتاكل وبتاع تلاقيه ساح. هو ساح يعني ايه؟ ساح يعني تحول من السوليد ستيت، الحاله الصلبه، للحاله السائله. لا انا مش فاهم. طيب تعالى بالراحه مع بعض. انا دلوقتي هعمل تجربه هوضح بيها اللي انا بقوله ده. انا هجيب ووتر باس، اللي هو يعني اناء فيه ميه كده، وهحط جواه بيكر، او يعني حاجه كده تشيل بيكر، تشيل كوبايه، وهحط جوه الكوبايه دي ميه، هحط جوه الكوبايه دي تلج، وهحط ترمومتر. الترمومتر ده بستخدمه عشان اقيس درجه الحراره. يبقى جوه هنا كراش ده ايس، وفي هنا ووتر باس اللي هو حوض ميه، وحوض الميه ده جواه ايه؟ جواه تلج. واقيس درجه، وهسخن تحت هواء، احط ولعه او يعني نار تشتغل. طبعا لما النار تشتغل هتخلي الميه دي تسخن، الميه اللي حوالين البيكر دي تسخن. طب لما البيكر ده نفسه يسخن من الميه اللي حواليه، هتبتدي الحاجه اللي جوه تسيح. انا حاطط مره تلج ماشي، وحاطط مره واكس، سوليد واكس اللي هو الايه الشمع، يعني حاطط مره شمع وحاطط مره ايس جوه البيكر ده. فقست درجه الحراره اللي عندها الايس اتحول من سوليد يعني صلب. انتوا عارفين يعني ايه سوليد يعني صلب. الموبايل ده سوليد، الموبايل سوليد. الميه ليكويد، الميه اللي بنشربها دي ليكويد لانها سائله. الهواء اللي بننفسه ده جاز، اسمه جاز يعني غاز يعني. يبقى انا عندي 3 حالات من السوليد ستيت او الماتر ستيت. حالات الماده حالاتها ايه؟ سوليد وليكويد وجاز. انا عندي الايس ده سوليد، لما جيت سخنته عرضته الحراره ساح يعني ايه؟ يعني تحول من السوليد ستيت للليكويد ستيت. عملنا الحكايه دي على الواكس الشمع، سخنا الشمع جوه حوض ميه كده فقام سايح. يبقى الاوبزرفيشن بتاعتي ان انا شفت الايه الحاجه بتتحول من السوليد ستيت للليكويد ستيت. فاول واحد شاف الحكايه دي قال لك لا، ما ينفعش الموضوع ده يعدي كده. هو الحاجه ازاي بتسيح؟ انا لما بجيب مثلا شويه مثلا تلج وبسيحهم، التلج ده بيفضل تلج 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 يعني سوليد كده لحد ما يجي عند درجه معينه، بدل ما هو صلب بقى سائل. يعني انت بتجيب كوبايه كده تحط جواها تلج وتسيبها في الشمس، تيجي بعد شويه تلاقيها بقت كلها ميه، بقى ساح، التلج ساح خلاص. فلما ساح كده في درجه نقطه معينه عندها اتحول التلج من صلب لسائل. عندها اتحول التلج من صلب لسائل. تعالوا ايه، انسوا اللي انا قلته لكم ده كله. انت مثلا واحد عصبي اقول لك انا عصبي، ما تكلمنيش انا عصبي. العصبي ده يفضل هادي هادي هادي، وتقعد تتكلم معاه ويرد عليك وتتكلم معاه وفجأة تلاقيه انفجر مرة واحدة، قال لك اوعى ما تعصب بقى وانفجر.
النقطة بقى النقطة اللي عندها اتعصب وفضل يتخانق، هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عنها. النقطة دي العلماء شافوها عند المواد، جم لقيوا ان الشمع ده، الشمع اللي احنا عندنا في الدرج عندنا في البيت شمع، الشمع ده لما بسخنه بيتحول لسائل، بيسيح يعني بيبقى سائل. طب امتى بيبقى سائل؟ عند درجة حرارة ايه؟ يعني انا مثلا حاجة بتبقى متجمدة عند درجة حرارة 50، تفضل عند 40 صلبة وكذا وكذا، تيجي عند نقطة معينة درجة حرارة 10 مثلا تتحول من صلب لسائل. يبقى درجة الانصهار العلماء سموها ميلتنج بوينت، الدرجة دي سموها ميلتنج بوينت. خليك فاكر اللي احنا بنقوله كويس، ما تتوهش او ما تتوهيش. احنا بنتكلم عن ان المواد الصلبة بتتحول من صلبة لسائلة عند درجة حرارة اسمها ميلتنج بوينت. الميلتنج بوينت دي ليها تعريف، it is the temperature. يبقى الميلتنج بوينت هي درجة حرارة، خلاص كده شكرا. الميلتنج بوينت هي درجة حرارة عندها الحاجة بتتحول من صلبة لسائلة. تعالوا نترجم الكلام ده. it is the temperature at which التمبريتشر اللي عندها matter begins to change from a solid state into liquid state. الماتر begin to change from liquid state, solid state to liquid state. It is the temperature that matter begins to change from solid state to liquid state. او هي التمبريتشر اللي عندها الماتر change from liquid matter solid state to liquid state. او it's the temperature that matter converts يعني تتحول from solid to liquid او from solid state to liquid state. يبقى انا لما اقول لك الماده بتتحول من solid state ل liquid state عند ايه بالظبط؟ عند temperature اسمها ايه؟ عند الميلتنج بوينت. الميلتنج بوينت دي عباره عن ايه؟ عباره عن temperature. يعني ايه ميلتنج بوينت؟ يعني هي التمبريتشر اللي عندها الحاجه بتتحول من solid ل liquid. طب ديفاين الكلام ده، قوله لي وانا في الامتحان اقوله ازاي؟ it is the temperature at which التمبريتشر اللي عندها matter يعني الماده begin to convert او change from solid to liquid state. الميلتنج بوينت اسمها درجة الانصهار، عندها الحاجة بتتحول من الصلب للسائل. تمام؟ طيب melting point of substance differ from each other. هو كل مادة ليها درجة انصهار. مش احنا قبل كده كنا بنقول ان كل مادة ليها لون وليها طعم، كل مادة ليها melting point. اوعى تقول لي ان المادتين دول ليهم نفس الميلتنج بوينت. دي حاجة من خواص المادة. لما بنيجي نعمل دواء جديد او بنعمل دواء مثلا او مادة كيميائية جديدة او بنعمل خامة جديدة او بنشتغل في شركة بترول، الحاجة اللي بنستخدمها او الخامة اللي بنطلعها، احنا بنعمل بنزين 92. انت لما بتروح تحط في العربية بتاعتك بتحط بنزين 92. البنزين 92 ده ليه مواصفات، من ضمن مواصفاته الميلتنج بوينت. البنزين 90 ليه ميلتنج بوينت مختلفة تماما. يعني البترول ده ساعات بيبقى صلب، عشان يتحول لسائل ليه نقطة بيتحول عندها من الصلب للسائل، يفضل صلب وفجأة يبقى سائل. الفجأة دي هي اسمها الميلتنج بوينت. كل حاجة ليها ميلتنج بوينت. melting point of substance differ from each other. some have low melting point. احيانا بعضهم ليه melting point قليله، واحيانا في حاجات ليها melting point عاليه. يعني ايه عاليه يا واطيه؟ مش احنا بنتكلم ان دي تمبريتشر. هي تمبريتشر يعني ايه؟ تمبريتشر يعني درجه الحراره. انت لحد دلوقتي ما تعرفش يعني ايه درجه الحراره. الشمس لما تبقى حر مثلا بتبقى درجه حراره 40، يعني 40 دي درجه حراره حر. الميه بتغلي عن درجه حراره كام؟ عن درجه حراره 100 سليزيوس، يبقى ديجري، يبقى التمبريتشر هي درجه حراره. طب مش احنا بنقول ان الميلتنج بوينت دي هي درجه حراره؟ درجه الحراره دي ممكن في مواد درجه حرارتها عاليه قوي 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 في الميلتنج بوينت. يعني ايه درجه حرارتها عاليه في الميلتنج بوينت؟ يعني ما تسحش، ما تتحولش من الصلب للسائل اللي عند درجه 300، تفضل تسخن. طب انتوا تعرفوا ان الحديد الصلب بيسيح عند درجه 3000؟ يعني الميه بتغلي عند 100، تخيلوا درجه حراره 3000.
شوفوا الميلتنج بوينت دي عاليه قوي ازاي. وفي حاجات تانية الميلتنج بوينت بتاعتها قليله قوي. يعني التلج بيتجمد عند درجه صفر درجه سلسيوس هتلاقي تلج. خليها كده درجه الحراره بقت 1 أو 2، 1 بس اللي هي ساعه قوي برضو لسه، او يعني 2 و3. عند درجه 15 16 تلاقي التلج بدا يسيح. يبقى يسيح يعني ايه؟ يعني الميلتنج بوينت بتاعته التمبريتشر اللي بتحول عندها من صلب لسائل اسمها ميلتنج بوينت، هي درجه الحراره دي. تعالوا نقرا مع بعض الكلام اللي مكتوب عندنا ده، والكلام ده مهم جدا. بيقول لي melting point of substance differ from each other. Some have low melting points like الباتر. باتر يعني الزبده. بتشوف انت لما بتطلعي الزبده من الثلاجه اول ما تطلعيها تسيح، لان الميلتنج بوينت بتاعتها قليله. درجه الحراره اللي بتتحول فيها من الصلبه للسائله قليله. والايس قليل، درجه الحراره بتاعته قليله. والواكس الشمع قليل، الشمع اول ما بتولعه كده بيسيح. احفظ ان في 3 حاجات قليلين في الميلتنج بوينت، ولما يجي يقول لك اكمل كومبليت اديني 3 حاجات قليلين في الميلتنج بوينت، اللي هي يعني ايه ميلتنج بوينت؟ درجه الحراره اللي عندها بتحول الحاجه من صلبه لسائله، اللي هي the temperature at which الماتر begin to change from، تتحول من solid to liquid، solid state to liquid state، solid state to liquid state. انا بتكلم عن الميلتنج بوينت. في حاجات قليله في الميلتنج بوينت زي الباتر اللي هي الايه؟ الزبده، وزي الايس اللي هو التلج، وزي الواكس اللي هو الشمع. other have higher melting point. higher melting point يعني ايه يا رودينا؟ يعني عندها ميلتنج بوينت عاليه. حلو قوي. لايك ايه الحاجات اللي عندها ميلتنج بوينت عاليه قوي، اللي هي افضل اسخن 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 لحد ما اقول يا بس ولسه ما ساحتش؟ زي الايرن درجه الميلتنج بوينت بتاعته اللي هي التمبريتشر اللي بيسيح عندها عاليه جدا. الكبر يعني النحاس، برضو النحاس. بتشوف انت النحاس ده في المصانع او مصانع الحديد والصلب، لما بتيجي الاعلان في التلفزيون بتشوف، عشان الاعلان اللي هو يقول لك ايه، احنا مصنع حديد صلب ما اعرفش ايه، فيجيب لك الاعلان في الحديد بص احمر ودرجه حراره عاليه. هو في المصنع ده كله قايم على فكره الميلتنج بوينت، ان انا احول الحديد من حديد صلب كده لسائل. لما يبقى سائل اقدر اشكله، اقدر لما يبقى الحديد ده سائل زي الميه كده اقدر احطه على قالب، والقالب ده يبقى ليه شكل، اعمل بيه تمثال، يبقى تمثال كده ليه شكل حلو. ليه؟ انا حولت الحديد لسائل، والسائل ده شكلته ورجعت حولته من السائل للصلب. حلو. يبقى انا عندي الايرن هاف هاير او هاي ميلتنج بوينت، والكبر هاف هاي ميلتنج بوينت، والسولت التيبل سولت بتاعي على كده هات حبه ملح وحطهم على النار مش هيسيحوا بسهوله، هيبقى درجه حرارتهم عاليه يعني. يبقى انا عندي 3 حاجات لو في الميلتنج بوينت، هي زي الواكس والباتر والايس، وعندي 3 حاجات اعلى في الميلتنج بوينت، هاي في الميلتنج بوينت زي الكبر والايرن والتيبل سولت. يعني ايه ميلتنج بوينت؟ انا بسالك يعني ايه ميلتنج بوينت؟ متخيل يعني ايه ميلتنج بوينت؟ هي درجه الحراره، ما اوعى تنساها، اوعى تكون مش فاهم، هعيد لك مليون مره لحد ما تفهم. الميلتنج بوينت هي درجه الحراره اللي عندها الحاجه بتتحول من صلبه لسائله. وتعريفها melting point it is the temperature at which matter begins to change from a solid state into liquid state. هو يا مستر انت بتقول لنا ده كله ليه؟ تعال نشوف تطبيقات على لايف ابلكيشن على اللي احنا بنقوله. على ايه؟ على الميلتنج بوينت، اللي هي ممكن يجي في الامتحان يقول لي اديني لايف ابلكيشن على الميلتنج بوينت. انت اتعلمت ايه في الميلتنج بوينت؟ ومليون طريقه للسؤال ممكن تيجي في اللايف ابلكيشن دي. بيقول لك مانيفاكتشرز اللي هي المصانع، هيت ميتالز، بتسخن الميتالز تو بي مولتن عشان تكون سايحه. مش لسه كنت بقول لكم مصنع حديد والصلب بيسيح الحديد؟ سو ذات they could be easily shaped، عشان كده بتبقى سهله في التشكيل، سهل ان انا اشكلها، ما هي بقت زي السائل. or even mixed to form alloys، او ان انا اخد الحديد ده اقوم حاطه على مثلا على نيكل، او احطه على خامه تانية فيكون له الصلب، او يكون لي سبيكه اسمها السبيكه، يعني الالوي. اللويس يعني السبايك، سبيكه يعني حاجات بقى متشكله، حاجات بقى زي البرونز، حاجات كده بتبقى عليها نحاس عليه كذا فعليه كذا، فانا كونت خامه جديده خالص. فهو بيقول لي مانيفاكتشرز هيت الميتال تو بي مولتن، بيسخن الميتال عشان يبقى مولتن يعني يبقى سايح. سو ذات
they could be easily shaped or even mixed to form alloys عشان تشكل السبائك like gold copper alloy. في سبيكه اسمها gold iron gold copper alloy used to make jewels. الجولد كابر الوي دي سبيكه نحاس على ذهب. طبعا الذهب غالي قوي قوي، فبنقوم ضايفين عليه نحاس ان احنا يعني من ايه بنزور، لان الاتنين شبه بعض، النحاس اصفر والذهب اصفر، فاحنا بننصب على الناس ونقوم عاملين لهم ذهب كده ايه يعني مزور، ونعمل لهم بيه الايه اللي هو يقول لك ذهب صيني، يقول لك ده حاجه كده ايه، حاجات كده اللي هي الالويز الجولز اللي هي الايه المجوهرات اللي كده يعني. او نحط على الجولد او الكبر ده نحط عليهم ايه او حاجه تانية خالص سوري، يعني عندي جولد كبر الوي بعمل بيها جولز اللي هي الايه جولز اللي هي المجوهرات. او ايه تاني يعني في الويز تاني ايه يا مستر؟ في الوي انا عارفها اسمها كبر جولد كبر الوي، في سبيكه انا عارفها اسمها جولد كبر الوي بعمل بيها جولز. وفي سبيكه تانية اسمها النيكل كروم الوي. النيكل كروم ده انا بجيب النيكل ده عنصر، وبجيب الكروم ده عنصر تاني، الاتنين لونهم اسود كده، وعامل لهم ايه خلطه كده، بعمل ميكس، او مش اسموش ميكس بقى، اسمه الوي. الميكس بتاع اللي هو زي ميكس ساندوتش كده، بتحط بطاطس على جبنه رومي على لا انا برضو بجيب السبيكه بحط النيكل على الكروم واعمل الوي، حتى اسمها حلو اسمها الوي which is used in making heating coils. heating coils دي عارفين السخان الكهربائي اللي هو ملفوف ده كده حوالين بعضه، ده هو ده الهيتنج كويل. بيعمل خامه تستحمل درجه الحراره عاليه قوي لدرجه ان انا بستخدمها ان انا اعمل بيها الهيتنج كويلز اللي هي السخانات الكهربائيه. طيب ايه تاني يا مستر؟ انت لما بتيجي بتطبخي في ايه؟ بتطبخي في اواني من الالومنيوم، لان الالومنيوم ده مهما تسخنيه مش هيسيح. طب انت ليه ما بتطبخيش في البلاستيك؟ يعني انت ما بتجيبيش مثلا ايه كوبايه بلاستيك وعاوز تعملي شاي مثلا، فبتقومي حاطه كوبايه البلاستيك على النار وتقومي يلا انا حاطه الميه بقى وهعمل الشاي. لا تبقي مجنونه. ليه؟ لان هيسيح. ليه؟ لان اول ما هيشم النار هيسيح. يعني ايه؟ يعني الميلتنج بوينت بتاعته قليله يا بنتي. يعني ايه يا مستر الميلتنج بوينت بتاعته قليله؟ يعني التمبريتشر اللي عندها بيتحول من سوليد لليكويد قليله. هي كوبايه بلاستيك اول ما شمت النار ساحت، لان التمبريتشر اللي عندها بتتحول من سوليد لليكويد قليل، يبقى الميلتنج بوينت بتاعتها قليله. يبقى انا لما اعمل كوكينج بوتس ار ميد اب اوف الومنيوم اور ستانلس ستيل الوي. يبقى لا اما الومنيوم او ستانلس ستيل الوي which doesn't rust يعني ما بتصديش وفي نفس الوقت have high melting point. انا ما بعملش على فكره اواني الطبخ من الحديد، لان الحديد بيصدي. هو ليه ميلتنج بوينت عاليه بس بيصدي. يبقى انا لا اما اعمله من الالومنيوم لا اما من الستانلس ستيل. وده سؤال هيجي لك في الامتحان، هيقول لك كده بالظبط كوكينج بوتس ار ميد اب اوف كذا او كذا ديو تو كذا. هتقول له الكوكينج بوتس بتتعمل من الالومنيوم او من الستانلس ستيل الوي لان هي doesn't rust ما بتصديش، وفي نفس الوقت have high melting point. although each substance كل المواد has its own boiling point which identifies this substance and distinguish it from other substances. تمام؟ حلو قوي. هو انت قلت لي كده ان في حاجه اسمها boiling point. ايه هي البويلنج بوينت؟ تعالوا مع بعض نشوف الشكل اللي قدامنا ده. في الشكل اللي قدامنا ده انا عندي جهاز، على فكره ده enrichment information، يعني ده انا بتكلم معاه فيكم، ده موجود في كتاب الوزاره كمعلومات توضيحيه كده، ايه يعني ما تقدروا ايه تفكروا فيها. تعالوا لدقيقه كده ايه نهدى ونفكر كده بالراحه عشان ما نتوهش من بعض. مين اللي ما بعتليش على الفيسبوك لحد دلوقتي اي رساله؟
يعني ما بعتليش ولا قال لي انا يا مستر بتفرج ولا انا يا مستر بعمل. ومين اللي ما اشتركش على صفحتنا؟ صفحتنا اسمها ساينس للصف الاول الاعدادي لغات، موجوده على الفيسبوك، وموجود اللينك بتاعها في الفيديو هنا تحت الفيديو وموجوده على اي فيديو هتلاقي تحتيه اللينك. ليه ما اشتركتش على صفحه الفيسبوك؟ عشان توصل لي واوصل لك واعرف انت مين. انا اتصاحبت على الناس خلاص، يعني عرفوني وعرفتهم وبيبعتوا لي يا مستر انا مش عارف احل ده، يا مستر انا مش فاهم ده. فما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه. الحاجات دي بتديني دفعه انا، وبتعرفني ان انت موجود. انا عارف مين اللي عمل لايك على الفيديو وعارف مين اللي فخلينا نبقى متفاعلين مع بعض في اكتيفيتي، عاوزين نبقى احسن ناس في الدنيا. من البدايه كده احنا قلنا عندنا ليسن 1 واتكلمنا فيه عن الماتر، وقلنا يعني ايه ماتر، وقلنا ان الماتر دي ليها كلر وتيست وليها سميل، وقلنا ان في حاجه اسمها الدنستي الماس على الفوليوم وليها وحده جرام على كيوبيك سنتيمتر. وقلنا بعد كده ان انا عندي حاجه اسمها الميلتنج بوينت، وان الميلتنج بوينت دي الدرجه اللي بتحول عندها الحاجه من السوليد ستيت للليكويد ستيت. وقلنا ان انا عندي امثله للحاجه عندها لو ميلتنج بوينت زي الايه، زي الواكس وزي الباتر وزي الايس، وعندي حاجات هاي ميلتنج بوينت زي ايه، زي الايرن وزي السولت تيبل سولت. طيب حلو قوي. وقلنا ان انا عندي لايف ابلكيشن، ان انا عندي كوكينج بوتس بعملها من الالومنيوم او الستانلس ستيل، او ان انا عندي ان انا بعمل الايه بعمل هيتنج لل للخامات للميتالز، وبحولها او بعمل لها ميكسنج مع اذر ميتالز تو ميك الويز زي النيكل كروم الوي. تمام. تعالوا نخش على حاجه بقى جديده خالص من الخواص زي الدينستي كده وزي الميلتنج بوينت، حاجه اسمها البويلنج بوينت. بويلنج بوينت درجه الغليان. ايه ده؟ هو انا حاسه ان انا اعرف الموضوع بتاع درجه الغليان ده. درجه الغليان ده بمنتهى البساطه هي درجه الحراره اللي بتتحول عندها الحاجه من الليكويد ستيت للجاز ستيت، من السائل للغاز. بمعنى الميه لما تتبخر، اول ما اقول لك ميلتنج بوينت، الميه كانت ميه كده سائل، لما فضلت اسخن فيها اتحولت لبخار ميه، وفجاه ما لقيتش الميه في الكوبايه واتبخرت. الميلتنج بوينت نفس تعريف البويلنج بوينت، بس في البويلنج بوينت انا بقول من الليكويد ستيت للجاز ستيت، في الميلتنج بوينت بقول من السوليد ستيت للليكويد ستيت. اما في البويلنج بوينت بقول من الليكويد ستيت للجاز ستيت. الميلتنج بوينت هي درجه الحراره اللي بتحول عندها الليكويد لجاز، هي درجه الحراره اللي بيتحول عندها السائل لجاز، هي درجه الحراره اللي بيبتدي عندها تحول السائل لغاز. ميلتنج البويلنج بوينت، سوري انا كل ده بتكلم عن البويلنج بوينت، هي its temperature at which a substance begin to change from liquid state into gaseous state. Boiling point is the temperature at which a substance begin to change from liquid state to gaseous state. فاهمين؟ تمام فاهمين. البويلنج بوينت ايه هي؟ يعني ايه درجة الغليان؟ يعني ايه بويلنج بوينت؟ هي درجة الحرارة بتحول عندها الشيء من او الليكويد اللي عندي من ليكويد لجاز. قال لك احنا بنستخدم الكلام ده في البترول، لما في صنع البترول اللي بتعمل تصنيع للبترول بقى، انا بطلع البترول ده من بطن الارض كده خام بترول، ده خام برنت، خام بترول، بروح بالمصنع بقوم واخده في انابيب واروح اوديه المصنع بيفصلهولي، يطلع لي منه بقى بازلت زفت اللي هو الحاجات اللي بيعملوا بيها الرصيف ده والحاجات اللي في الارض، وبيطلعوا منها البنزين 90 وبنزين 80، وبيطلعوا منها الغاز، وبيطلعوا منها الكيروسين، وبيطلعوا منها الجازولين، وبيطلعوا الديزل اويل، وبيطلعوا مليون حاجه، وبيطلعوا منها كمان الغاز الطبيعي. طب انا بطلع ازاي الحاجات دي؟ بطلعها عن طريق الفصل الحراري ده. بيستخدموا البويلنج بوينت عند كل درجة من الدرجات بيطلع لي حاجة معينة، بطلع الغاز وبقوم محول الخام ده من مثلا من اول حاجة عندي بسخن يوم طالع عندي الاويل الديزل اويل، واسخن يقوم طالع عندي كيروسين اويل، اسخن الاقي عندي جازولين اويل، اسخن تاني الاقي عندي غاز طلع. فانا عندي البويلنج بوينت
تعريف مهم جدا، هو زي الميلتنج بوينت بس بقول ان الحاجه بتتحول من الليكويد للجاز. There are other characteristics of which بيقول لي ان انا عندي خواص تانية في الماده. احنا كل ده بنتكلم في خواص الماده. خواص الماده قلنا عندنا البويلنج بوينت. يعني ايه بويلنج بوينت؟ درجه حراره بتتحول عندها الحاجه من ليكويد لجاز. يعني ايه ميلتنج بوينت؟ ميلتنج يعني من سوليد لليكويد. درجه حراره بتتحول عندها الحاجه من سوليد لليكويد. ولو نسيتها ارجع شوف الفيديو تاني من الاول. طيب يعني ايه دينستي يعني ماس على فوليوم. هو انا عندي خواص تانية؟ عندي خواص تانية. عندي حاجه اسمها الهاردنس. الصلابه. في حاجات صلبه قوي وفي حاجات مش صلبه قوي. شفت انا قلت مش صلبه قوي، هي صلبه بس مش صلبه قوي. Some solids are soft at ordinary temperature. ordinary temperature يعني درجة حرارة عادية، زي الرابر اللي هو الايه المطاط. عارف المطاط اللي هو الاستيك ده المطاط ده اللي هو لك دحلاب مطاط كده بيشد. المطاط ده بيبقى سايح كده وبيبقى طري عند الاوردينري تمبريتشر زي درجة الحرارة العادية. وفي عندي حاجات تانية بتبقى طرية لما بسخنها. يعني some substances need heat to get softened عشان تبقى ناعمة in order that to be easily shaped such as الميتال. يعني انا الميتال لازم اسخنها لدرجة حرارة عالية قوي عشان تبقى سائلة كده وسهلة عشان اشكلها. يبقى انا بتكلم عن الهاردنس. الهاردنس دي كاركترستكس للماتر. في حاجات دي كل اللي انا بقوله ده اكمل على طول، ده اسئلة اكمل على طول واسئلة صح وغلط على طول. بيقول لك ان اكمل السوليدز are soft at ordinary temperature. زي ايه؟ زي الرابر ده معروف. some metals need to be heated to be softened. زي ايه؟ زي الالومنيوم، زي الايرن، زي الكبر، زي النيكل، زي الكروم. طيب في حاجات تانية مهما سخن فيها الهاردنس بتاعتها ما تقلش، الصلابة بتاعتها ما تقلش، زي الفحم اللي هو الكول، وزي السلفر اللي هو الكبريت. هناخد بعد كده الكبريت ده خامه. يبقى انا عندي حاجه اسمها الهاردنس اللي هي الصلابه، اللي هي الايه صلابه الحاجه، يا اما تبقى صلبه قوي زي الميتال، يا اما تبقى صلبه نص نص في درجه الحراره العاديه الاوردينري تمبريتشر زي الرابر، يا اما مهما سخن فيها اتس هاردنس دونت تشينج زي الكول والسلفر. some other substances اخر سطر خالص. some other substances are solid which can't be softened. ما ينفعش اخليها طريه if heated such as cool and sulfur. ماشي يا ولاد؟ تمام، قربنا نخلص. عندنا حاجة تانية من الخواص بتاعة الماتر اسمها electric conduction. الالكتريك كوندكشن هي خاصية من خواص الماتر. الكتريك كوندكشن توصيل الكهرباء. في خامات بتوصل، في مواد بتوصل الكهرباء زي الميتال، وفي مواد ما بتوصلش الكهرباء زي الخشب. تعالوا بقى نقرا يعني ببساطه كده الالكتريك كوندكشن الدرجه التوصيليه الكهربائيه. في حاجات بتوصل وحاجات ما بتوصلش. الثيرمال كوندكشن اللي بعدها هي توصيل الحراره، في حاجات بتوصل الحراره وحاجات ما بتوصلش. تعالوا بقى نقرا مع بعض. انتوا كده فهمتوا دول بس هنقراهم. some substances are good electric conductors. الكلام اللي انا بقوله ده جاي لك في الامتحان. بيقول لك some substances are electric conductors بتوصل الكهرباء such as الميتال، الكبر والسيلفر. الكبر والسيلفر النحاس سلوك الكهرباء بتتعمل من الكبر. ليه؟ لان هي بتوصل درجه حراره، عندها electric conductors عاليه. also acid and alkali solution and some salt solution. يعني ايه الحاجات اللي بتعمل electric conduction؟ زي الميتال اللي هو الكبر والسيلفر، او يعني لا اما ميتال، لا اما اسيد، لا اما الكالي سوليوشن، لا اما سام سولت سوليوشن. احفظ الكلام ده ورصه كده وهنعمله في جدول. احنا هنعمله في جدول بعد كده هرفعه لكم في الالكترو كوندكتورز وفي اللي مش الكترو كوندكتورز. طيب some other substances don't conduct electricity. don't conduct electricity ما بتوصلش، ما عندهاش electric conduction such as الغاز ما بيوصلش كهرباء. الشوجر سوليوشن المحلول السكر لما تجيب حبه سكر قدامه في الميه ما يوصلوش الكهرباء.
solution of hydrogen chloride ما يوصلش كهرباء in بنزين. in addition to some other solid elements such as sulfur and phosphorus. الحاجات دي ما توصلش كهرباء. اكتب لي انت بقى، هات لي ورقه ولخص لي السطرين دول من الشاشه، لخص لي ايه الالكتروكوندكتورز ولخص لي ايه اللي نوت الكتروكوندكتورز. اكتب لي في الالكتروكوندكتورز ان الميتال الكتروكوندكتور يعني الحاجات الالكتروكوندكتور الميتال زي الكبر والسيلفر، الاسيد الكتروكوندكتور، الميتال الكتروكوندكتور، الالكالي سوليوشن الكتروكوندكتور، السولت سوليوشن الكتروكوندكتورز. اما اللي مش الكتروكوندكتورز اللي في الناحيه الثانيه نوت الكتروكوندكتورز، الجاز والشوجر سوليوشن والسوليوشن اوف هيدروجين كلورايد ان بنزين. احفظ الكلام ده، اقعد ذاكره اقعد ذاكره. in addition to some other solid elements such as sulfur والphosphorus not electroconductors. ده الموضوع شكله بقى جد. ده انا عندي خواص كتير قوي للماده، قربنا نخلص بس انا عندي خواص كتير للماده. عندي من ضمن الحاجات دي الكتروكوندكتور، في حاجات بتوصل الكهرباء وحاجات ما بتوصلش. في حاجات لما بحطها يعني انت لو مسكت عود كبريت وحطيته في الفيشه هيكهربك؟ لا مش هيكهربك، لان هو نوت الكتروكوندكتورز. لو مثلا جبت سلفر اللي هو الكبريت ده، او بلاش فوسفورس اللي هو الفوسفات، وجبت حبه فوسفات وحطيت عليهم كهرباء، مش هيكهربوك لان نوت الكتروكوندكتورز. اما الالكتروكوندكتور زي الميتال، هات كده حاجه ما تعملش كده طبعا، بس لو حطيت حاجه حديد في الكهرباء هتكهربك على طول. لو نحاس في الكهرباء يكهربك. سلوك الكهرباء معموله من النحاس عشان هي الكتروكوندكتورز. الالكالي سوليوشن هنعرفها بعدين، احفظها كده دلوقتي. الاسيد هنعرفها بعدين، هنعرفه دلوقتي. حاجات البي اتش بتاعتها البي اتش بتاعتها اقل من 7 وفوق 7، وهنعرف ده. الكتريك كوندكشن وكلمنا عنها. في حاجات ثيرمال كوندكشن، نفس الكلام ده على توصيل الحراره. نفس الكلام اللي احنا قلناه ان التوصيل ده الحاجه دي بتوصل للحراره. بيقول لك ان عندي خاصيه كاركترستيك اسمها الثيرمال كوندكشن، ودي substance differ in their abilities to heat conduction. بيقول لك ان المواد بتختلف عن بعض في حته ان انا اوصل الحراره فيه. في حاجات بتوصل الحراره كويس قوي، وفي حاجات ما بتوصلش. حلو. ايه الحاجات اللي بتوصل؟ بالراحه كده. الايرن بيوصل الحراره. تعالى هات معلقه كده حطها على النار، فجاه هتتلسع، في ثانيه هتتلسع، لان هي هيت كوندكشن او ثيرمال كوندكشن. ثيرمال يعني الحراره. هات كبر كده، هات حته نحاس وحطها، هات نص جنيه كده وحط نص جنيه اللي هو الكوين ده وحطه على النار، فجاه هتتلسع، ان هو ثيرمال كوندكشن. هاي ثيرمال كوندكشن، جود ثيرمال كوندكشن، جود كوندكتور. كل الكلام اللي انا بقوله لازم تفهمه. جود كوندكتور. الالومنيوم جود كوندكتور للايه؟ للثيرمال انرجي. طيب حلو قوي. ايه الحاجات اللي مش ثيرمال كوندكتور؟ البلاستيك ما وصلش كهرباء ابدا. الكوبايات لما بيقول لك احنا بنعمل مثلا كولمان، عارف الكولمان اللي بنشيل فيه الميه الساقعه ده، بنعمله من البلاستيك، لان البلاستيك ما بيوصلش الحراره، بيعزل الحراره. والوود نفس الكلام. الخشب ما بيوصلش درجه الحراره. تعالوا نشوف لايف ابلكيشن على اللي احنا بنقوله ده. احنا بنقول ان انا عندي الالكتريك، لا ده اللايف ابلكيشن بتاع الكوندكشن، بتاع الثيرمال كوندكشن والالكتريك كوندكشن، وبتاع الهاردنس برضه. الالكتريك كيبلز، احفظ معايا، الالكتريك كيبلز ار ميد اب اوف كبر اوف اور الومنيوم. قلنا ليه؟ قلنا لان الكبر والالومنيوم بيوصلوا الالكتريك كوندكشن، بيوصلوا الالكتريك باور. فالالكتريك كيبل ار ميد اب اوف كبر اند الومنيوم. كوكينج بوتس قلنا بتتعمل من ايه؟ من الالومنيوم، يعني الهاردنس بتاعتها عاليه ودونت راست وهاف هاي ميلتنج بوينت. مليون حاجه ممكن تقولها. طيب كوكينج بوتس هاف هاندلز ميد اب اوف وود اور بلاستيك. ايد الاواني اللي بنطبخ بيها، الايد نفسها الهاندلز ميد اب اوف وود او بلاستيك. الايد دي بتتعمل من وود او بلاستيك. ليه؟ لان هي نوت ثيرمال كوندكتور. نوت ثيرمال كوندكتور، مش موصل للحراره. فاهمه؟ الايد بتاعت الكوكينج بوتس بتتعمل ليه من الخشب او البلاستيك؟ لان هي نوت ثيرمال كوندكتور. طيب the handles of screw driver are made up of plastic or wood. The rest of screwdriver
ار ميد اوف ستيل ايرن. ايه دي؟ عارف المفك اللي بتفك بيه ده، المفك اللي بتفك بيه اي حاجه، المفك ده ايده بتبقى من البلاستيك، و المفك نفسه من الحديد، لان الحديد هاف هاردنس عاليه، اما الايد الهاردنس بتاعتها قليله. مش احنا قلنا ان في حاجات في الاوردينري تمبريتشر هي بتبقى سوفت او لو هاردنس زي البلاستيك او الرابر، صح ولا لا؟ وقلنا في حاجات بتحتاج ان انا بسخنها عشان اخليها بتبقى سوفت زي الميتال. خلينا نراجع الكلام ده تاني وخليكم معايا مصحصحين. اللي عاوز يعمل بوز كده ويروح يغسل وشه او كده ماشي. تعالوا نكمل. في حاجه اسمها الميتال اند كيميكال اكتيفيتي. Why do metal lose their luster when they are exposed to air for a period of time؟ احنا قربنا نخلص الليسون. بيقول لي ان انا ليه لما بحط الحديد او المواد في الهواء في الجو بتصدي. لاستر يعني بالصدى، بيظهر الصدى عليها، لان الحاجات دي ليها كيميكال اكتيفيتي، وهنشرح ده بالتفصيل بعدين. بس تعالوا نقرا مع بعض. some elements are very active، عندها اكتيف قوي زي البوتاسيوم او الصوديوم، which react with oxygen. الحاجات في مواد بتبقى اكتيف قوي بتتفاعل مع الاكسجين as soon as being exposed to humid air، زي لما يعني بتتفاعل مع الاكسجين لما بتتعرض للهواء. other substances are like iron والالومنيوم and the copper react with oxygen if left in air some days، لما بنسيبهم في الهواء شويه يصدوا since they have less chemical activity. هو بيقول لك خد بالك ان في حاجه اسمها الكيميكال اكتيفيتي، والكيميكال اكتيفيتي دي خاصه بالميتالز. الميتال لما بنسيبها في الهواء بتصدي يعني لاستر، بيظهر اللاستر عليهم. ليه؟ لان هي هاف كيميكال اكتيفيتي. هو بيقول ان ليها كيميكال اكتيفيتي بتتفاعل مع الاكسجين اللي موجود في الجو. some other substances find great difficulty، عندهم صعوبة عالية ان هي تصدي لان هي ما بتتفاعلش مع الايه. some substances find great difficulty to react with oxygen like السيلفر والبوتاسيوم and gold. السيلفر اللي هو الفضة والبلاتينيوم اللي هو البلاتين والجولد since they are not active، دول not chemically active، دول not chemical active، ما عندهمش chemical activity and these substances are used making jewels، اللي بتعمل المجوهرات. الحاجات اللي not chemically active هي غالية. ليه؟ لأن بنعمل بيها المجوهرات لأن هي ما بتصديش، ما عندهاش لاستر. and also substances like gold زي الذهب والسيلفر وزي الفضة which are chemically poor active ضعيفة، يعني ضعيفة في الاكتيف. بور اكتيف يعني لو اكتيف، قليله. are used to cover other substances which rapidly gain rust، بنغطي الحاجات اللي بتتصدى بسرعه بحاجات ما بتصديش. يعني بروح اجيب الحديد ده واقوم بطليه بالنيكل عشان طبقه النيكل تحافظ لي عليه. البوتاجاز اللي عندك في المطبخ معمول من الحديد بس متغطي بطبقه من الكروم، متغطي طبقه من النيكل كروم، فما بيصديش، يفضل طول العمر ما يصديش. ليه؟ لان هو متغطي بطبقه من النيكل كروم. كروج يعني. طيب نكمل. which rapidly gain rust and iron to protect them from corrosion. corrosion يعني التآكل، خليك فاكر الكلمه دي كويس. corrosion يعني التآكل. يبقى انا عندي حاجات كيميكالي اكتيف زي الايرن بتتعرض للهواء بيتفاعل مع الاكسجين لان هي كيميكالي اكتيف، وفي حاجات بور كيميكالي اكتيف او بور اكتيف زي ايه؟ زي الجولد والسيلفر البلاتينيوم او البلاتينم. الحاجات دي بستخدم الحاجات اللي بور كيميكالي اكتيف عشان اغطي الحاجات اللي رابيدلي جين راست او الكيميكالي اكتيف. عرفنا ان في حاجه اسمها ميتال اند كيميكال اكتيفيتي. عرفنا ان في حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي. كيميكال اكتيفيتي يعني قابليه الماده ان هي تصدي او لا. في حاجات بتصدي وفي حاجات ما بتصديش، وفي حاجات بنغطي اللي بيتصدى ده بحاجات ما بتصديش عشان نحافظ عليه. ده ملخص القصه اللي احنا بنتكلم فيها، تقدر تقراها زي ما انت عاوز. اللايف ابلكيشن بقى بيقول لي بينتنج، الجزء اللي احنا فات للكيميكال اكتيفيتي يعني بينتنج ميتاليك
بريدجز، بنطلي الكباري، كوبري قصر النيل مثلا بنطليه. and light posts in street from time to time، بنطليها ليه؟ in order to protect them from against الراست. انا ليه بطلي الحديد ليه السور بتاع البلكونه بتاعتك مدهون بدهان ببويا؟ عشان احفظه من الراست. to protect them against rust. فهم؟ طيب spare parts of course، اجزاء العربيات بتاعت العربيات متغطيه بجريس. ليه؟ عشان الجريس اللي هو الشحم، عشان احافظ عليها من الصدى. cooking aluminum boots are washed، الحاجات الالمونيا اللي بتطبخي بيها washed using a rough material to remove any layer formed on both surface. يعني ملخص السطر رقم 3 ده بيقول لك ان انت لازم تغسلي الاواني، يعني عشان ما ايه ما تلاقيهاش اتاكلت كده وصدت. يعني لازم ترجع للفيديو ده تاني وتسمعه تاني. لازم ما تبقاش المعلومه عندك خفيفه. احفظ واسمع، واحنا بنفسر كل حاجه، وذاكر وافتح كتاب الخارجي ده وذاكر واجتهد. احنا خلصنا ليسون 1. طب تعالوا ناخد ملخص عن اهم حاجات خدناها في ليسون 1. تعالوا قلنا عندنا اهم حاجه الدينستي وتعريفها، ماس اوف يونت فوليوم اوف سبستانس. ميلتنج بوينت وقلنا تعريفها ان هي درجه حراره its temperature at which substance change from solid state into liquid state. boiling point its temperature at which substance change from liquid to gaseous state. substance differ in their characteristics زي الكالر وزي التيست وزي السميل وزي الدنسيتي وزي الميلتنج بوينت وزي البويلنج بوينت وزي الهاردنس وزي الثيرمال كوندكشن وزي الالكتريك كوندكشن. some substances have different chemical activities، وعرفنا يعني ايه chemical activities وهنسمعها تاني لما ترجع تسمعها تاني. الليسون ده صعب وطويل، اتكلمنا فيه عن شوية نقط. النقط دي ارجع ذاكرها تاني واسمعها تاني. عندك 3 فيديوهات تقدر ترجع لهم في اي وقت. اسمع الليسون رقم 1 بنتكلم فيه عن الدينستي، و2 بنراجع، ورقم 3 بنتكلم فيه عن الميلتنج بوينت، وبنتكلم فيه عن البويلنج بوينت، وبنتكلم فيه عن الهاردنس، وبنتكلم فيه عن الثيرمال كوندكشن وعن الالكتريك كوندكشن، وبنقول عن حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي. وبكده خلصنا ليسون 1 اللي هو ليسون يعتبر صعب. هنخش في الليسون اللي بعده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، او اللي بعده. انا هعمل لكم ليسون مخصوص ان شاء الله لاسئله على يونت 1 بس لما نخلصها. انا عارف ان انتوا صدعتوا وعارف ان انتوا تعبانين، بس هي دي اعدادي، هي دي اولى اعدادي. انت خلاص كبرت، ما ينفعش تقول انا صدعت وما ينفعش تقول انا تعبت. ممكن تريح وتكمل. ارجوكوا حاولوا تذاكروا. الليسون اللي جاي ليسون سهل ان شاء الله، هنتكلم فيه عن الماتر بقى كونستراكشن وتركيب الماده بقى وبتتكون من ايه. على صفحتي على الفيسبوك هرفع لكم الاكسرسايز اللي موجود في كتاب الوزاره. هو عباره عن كومبليت وعباره عن اكسبلين ذا فولوينج اوبزرفيشن، تفسير، يعني اعمل لي تفسير لده، وديفينيشن وكومبليت وتشوز. هرفع لكم الاكسرسايز ده، واللي هيحله ويبعت لي ويتواصل معايا انا هديله جايزه، وهبقى معاكم اول باول على طول ان شاء الله. اسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه وناقشني وابعت لي. انا تحت امركم، وان شاء الله هحاول اكون عند حسن ظنكم على طول. وانا بحبكم والله، وانتوا احسن طلبه في الدنيا، وكلنا هنجيب الفول مارك. يعني احنا مع بعض كلنا هنجيب الفول مارك، اخر السنه هنرجع نقول الكلام ده، وان شاء الله هنحتفل مع بعض وهنعمل مفاجآت باذن الله. كنت مبسوط معاكم الفيديو ده زي كل الفيديوهات اللي مع بعض فيها. استنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله قريب جدا، ممكن بكره او بعده. وان شاء الله نكون مع بعض لحد نهايه الترم ده. كنت معاكم استاذ احمد الباشا، واتمنى ان شاء الله اتكلم معاكم قريب باذن الله. باي باي.